السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن هرمون النمو. هرمون النمو اللي بتفرزه الغدة النخامية اللي في الجسم. بس لو تكرمتي في الاول يا ريت تدوسي لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. النهارده هنتكلم عن عن الغدة النخامية. الغدة النخامية بتفرز الهرمونات اللي بتفيد الجسم، يعني هرمون من ضمنهم هرمون النمو. هرمون النمو ده هو اللي مسؤول عن نمو العضلات، مسؤول عن الطول، مسؤول عن العظام، مسؤول عن تظبيط السكر في الجسم. فانت لو لقيتي ابنك مثلا اقصر واحد في صحابه، اقصر واحد من في الكلاس، اقصر من اللي في سنه، لقيتي ابنك ما بيطولش، مقاسات هدومه ما بتتغيرش، مقاس الشوز بتاعه ما بيتغيرش، بيقعد فترة كبيرة جدا عقبال ما مقاس هدومه يتغير، حاسة ان ابنك لا ابنك اقل من سنه، شكله وجسمه اقل من سنه بكتير. فلو لقيتي الاعراض دي يا ريت تاخدي ابنك عند دكتور متخصص. ايه الدكتور المتخصص في الحالة دي؟ هو الدكتور الغدد والسكر، تمام، دكتور الغدد الصماء، تمام. في الحالة دي الدكتور هيعمل له شوية تحاليل، وهيقيس وزنه وطوله ويشوفه داخل المنحنى ولا لا، وهيعمل له تحاليل وهيعمل له اشعه كف الايد عشان يشوف العظام بتاعته فعلا اقل من سنه ولا لا، عظام ايده العظام قفلت ولا لا. كل ده بيبان من اشعه الكف اللي في الايد. طب دلوقتي لقينا ابننا فعلا عنده نقص في هرمون النمو، فدلوقتي هيضطر ياخد ياخد هرمون نمو. طب انت دلوقتي لو عندك مقدره تشتري هرمون النمو، طبعا الدكتور هيكتب لك على النوع. طب دلوقتي رحت للدكتور المتخصص وعمل كل التحاليل اللازمه والاشعه وقال لك فعلا ابنك محتاج هرمون النمو، تمام. انت لو مقتدره طبعا الدكتور هيكتب لك على النوع، على الجرعه بالظبط وهتجيبيها. طب انت لو مش مقتدره عشان تجيبي هرمون النمو، لانه اسعاره غاليه جدا والطفل هياخده كل يوم، في الحاله دي هتعملي ايه؟ هتتابعي هتروحي بقى تشوفي ابنك دفتره تبع عياده وتروحي العياده وهتتعرضي على استشاري الغدد هناك، والاستشاري الغدد هيحولك على اللجنه الغدد والسكر. لو لقى ابنك طبعا فعلا عنده نقص في هرمون النمو هيحولك على على لجنه الغدد والسكر اللي في سموحه. بس انصحك، ونصيحه من الام، هتبتدي كل ما تبتدي بدري مع ابنك كل ما احسن ليه بقى؟ لان هرمون النمو ده كل ما الطفل ياخده وهو صغير بيبقى احسن، لان انت كل ما تقربي لسن البلوغ كل ما هيبقى نمو الطفل ضعيف، فرصته هتبقى اقل. فهو اللي عنده 3 سنين مثلا هياخد هرمون النمو وهو عنده 3 سنين، هيبقى قدامه فرصه كبيره قوي عقبال ما يجي يبلغ، فقدامه فرصه كبيره يطول وجسمه يتظبط ولو هو عنده مشكله في السكر سكره هيتظبط وكل حاجه عقبال ما يجي عند سن البلوغ. اما الطفل اللي بيبقى عنده قرب خلاص على سن البلوغ بيبقى فرصته قليله، ما بيلحقش يستفيد من هرمون النمو. فلو انت ملاحظه على ابنك ان هو ضعيف وعنده ضعف في النمو، فلازم تبتدي معاه بدري، لازم تبتدي العلاج بدري عشان فرصته تبقى كبيره. هقولك على شويه نصايح مهمه جدا لنمو الاطفال بشكل سليم. بصي، اهم حاجه التغذيه السليمه. يعني ايه التغذيه السليمه؟ مش اللي انا اقعد اكل فيه واتخنه وخلاص، لا، التغذيه السليمه يعني انا اكله اكل صحي. يعني انا اولا همنع بقى الحاجات اللي من بره دي، تمام، وهمنع الحلويات وكل ده، هاكله اكل صحي. الدكاتره بيقولوا ان البروتين مهم جدا في نمو الاطفال، ممكن يبقى بروتين حيواني او بروتين نباتي. بروتين حيواني طبعا زي اللحمه، الفراخ، السمك، الكبده، اللبن، البيض، الحاجات دي مهمة جدا في نمو الأطفال، بالذات برضو البيض المسلوق ده مهمة جدا. طب أو في حاجات تانية زي البروتين النباتي زي البقوليات، زي الفول، العدس، البليلة، كل الحاجات دي الطفل لو أخدها هتساعده على نموه بشكل طبيعي. التعرض للشمس، لازم الطفل يتعرض للشمس بشكل ده على طول، يعني عشان فيتامين د ده مهم جدا لنمو الاطفال. وفي اللي هو اكلي ابنك فواكه وخضروات كتير، الحاجات دي مهمه جدا لنموه، بالذات الخضار، اي حاجه خضراء، جرجير، الخس، الخضار اللي الاطفال عمالين يتامروا عليه ده مهم جدا عشان الطفل ينمو بشكل طبيعي. مهم جدا النوم بدري. ليه بقى؟ ابنك لما ينام بدري هرمون النمو ده اصلا بيتفرز بالليل من بعد الساعه 10 لحد الساعه 2 او الساعه 3. سبحان الله، الجسم بيفرز من نفسه، الغده النخاميه بتفرز الهرمون النمو في الوقت ده. فانا دلوقتي لما ابني ينام بعد الفجر
ما هو كده طوله هيتأثر. فلازم ينام بدري وينام فترة طويلة، يعني ينام 8 9 ساعات مع بعض بالليل. ما ينفعش اللي هو ينام متأخر او ينام ساعتين 3 وخلاص، لا يلعب رياضة. الرياضة مهمة جدا جدا للأطفال. الرياضة بتظبط جسم أصلا العيال وبتخليهم طوال ما شاء الله وجسمهم رياضي. أي رياضة، بس أهم بصي أحسن حاجة في موضوع النمو ده السباحة. السباحة كويسة جدا، بس طبعا ايه لو الطفل مش حاببها خلاص يلعب ايه الرياضة اللي هو بيحبها. الحالة النفسية للطفل، الطفل بيتأثر جدا بالحالة النفسية. سبحان الله، الغدة النخامية بتتأثر جدا لو الطفل على طول زعلان ولا مكتئب ولا في حاجة مضايقاه، فهتلاقيها بتفرز هرمونات بشكل أقل، وساعات بعد الشهر بتتوقف عن فرز الهرمون، فهتضطري ان انت هتديله هرمون نمو. فاحنا بنقول الحاجات دي عشان ايه ينمو بشكل طبيعي وصحي، ايه ما يحتاجش ان شاء الله هرمون نمو. حتى الاطفال اللي بياخدوا هرمون نمو لازم برضو يناموا بدري، لازم ياكلوا كويس، لازم يتعرضوا للشمس، لازم يلعبوا رياضه. وعلى فكره هرمون النمو مش خطير على الاطفال، بالعكس ده بيساعدهم ان هم يطولوا، بيساعدهم ان جسمهم يبقى كويس. لو عندهم مثلا نقص في السكر بيظبط السكر بتاعهم. فهرمون النمو مادام الدكتور هو اللي كاتبهولك، ومادام كاتب لك الجرعه المناسبة لابنك، فما تخافيش منه. هقول برضو شوية نصايح للأطفال اللي هم بياخدوا هرمون النمو. بس لو نسيتي تحطي لايك بالله عليك حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان ايه الفيديوهات تنتشر والناس كلها تستفيد. انا كأم عايزة افيد غيري بالتجارب اللي انا مريت بيها، وان شاء الله ايه اولادنا كلنا يبقوا بخير وبصحة وسلامة يا رب العالمين. اهم النصايح بقى للاطفال اللي هم بياخدوا هرمون النمو او بياخدوه ازاي. هرمون النمو ده بيبقى عباره عن ايه؟ ساعات بيبقى عباره عن قلم او عن ابر. طبعا الدكتور المتخصص هو اللي بيكتب النوع اللي ابنك محتاجه والجرعه ايه بتاعته. طب هرمون النمو ده بيتاخد كل يوم، يعني كل يوم قبل الساعة 10 كده تكوني منيمة ابنك بدري وبتديله الإبرة دي في دراعه. مرة تديله في دراعه ده، أو مرة في دراعه التاني، أو في رجليه عند الفخذ، وساعات في أطفال بياخدوها عند البطن، بس كل ده بعد استشارة الطبيب. والأفضل انتي تنوعي، يعني ما ينفعش كل يوم تديه في دراعه اليمين، لا، مرة في دراعه اليمين، مرة في دراعه الشمال، مرة في رجله اليمين، مرة في رجله الشمال، عشان ايه العضلة ايه دراعه ما يوجعوش. لما بندي كل يوم في نفس الدراع بيتأثر. فلازم ايه كل يوم ناخد ايه ناخد. قلنا لازم الطفل ينام بدري، يعني لازم اديله الابره وانيمه على طول. لو انا اخد الابره بتاعته الساعه 10 مثلا او الساعه 9 ونام لي الساعه 2 او الساعه 3، فللاسف الابره مش هتعمل مفعول كويس، لان هرمون النمو بيتفرز من بعد الساعه 10 لبعد الساعه 2. في الوقت ده للساعة 2 او ل3 الهرمون النمو بيتفرز في الوقت ده، وبيعلى يعلى يعلى لحد ما يوصل للساعة 2 ويبدأ ايه يوطى تاني. فانا لازم انام ابني في الوقت ده عشان يستفيد جدا بفرز الهرمون، وعشان يطول، وعشان يبقى صحته كويسة. طب انا دلوقتي لو انا ابني بياخد هرمون النمو وجاله دور برد ولا دور سخونيه، اديله الابره ولا لا؟ تديها له عادي، ما لهاش علاقه خالص بالبرد ولا بالسخونيه، ولا هيعمل ولا هيأثر مع العلاج بتاع البرد ولا اي حاجه. هتديله الهرمون بتاعه عادي في ميعاده، وهتديله ادويه البرد او ايه النزله اللي عنده عادي. بالعكس ده الهرمون النمو الدكاتره بتقول هو بيقوي المناعه. الطفل اللي بياخد هرمون نمو مناعته بتقوى عن الطفل اللي الطبيعي اللي هو مش بياخده. فايه ملهاش علاقه بايه باي حاجه، وعنده تطعيم عنده حاجه بتديها له عادي، وبتديله هرمونه عادي، ما بيتاثرش باي حاجه.